لا يموت الإنسان إلا لما ياخد كامل حقه في هذه الدنيا، إما بالخير وإما بالشر. علشان كده إذا كان الكلمة الطيبة بتستقبل بنوايا سيئة، أو حد بيشوفها إن هي دي تريقة، دي إحنا اللي نضمنه أسلوبنا، طريقتنا، نيتنا. عملتي التلاتة دول، قولي الكلام الطيب وملكيش دعوة، قدمي الخير وملكيش دعوة. وإن كان لا يقدر، يا رب أنا حاطط ده في خزنتي، رد الخير من ربنا. النية هي مصدر كل شيء، ويأخذ الإنسان على نيته ما لا يأخذه على فعله. تخيلي، يعني أنا نفسي أبني جامع، نفسي يا رب ارزقني واديني الملايين إن أنا أعمل جامع كبير قوي. ممكن أكون ما أقدرش أو ما قدرتش لغاية دلوقتي أبني جامع. بهذه النية أخد ثواب بناء جامع كبير جدا جدا جدا، أخد كل الثواب. ما احنا كلنا الأمنية دي علشان أخد ثوابها. تتخيل إنه ممكن ربنا يديني القدرة وأبني الجامع وما أخدش هذا الثواب، أبنيه بقى وأعمله حاجة محترمة جدا علشان النية. الكلمة الطيبة أساسها النية. سيدنا عيسى عليه السلام كان كلمة الله، سيدنا عيسى برسالته العظيمة دي كان كلمة الله في الأرض. تخيل، ربنا سماه كلمة الله. فالكلمة لا، ما تستهونش أبدا بالكلمة، ما تقولش أصل ده كلام أبدا.